ايه رأيكم في الأسرة السعيدة دي؟ أب أم ولاد قاعدين سوا تحت سقف واحد في جو كله هدوء وسعادة. بس ده الظاهر ليكوا مش الحقيقة. الحقيقة ده مش بيت، ده أوضة نوم فيها ناس تايهة. الراجل يرجع من الشغل يحكي، يتشكى، يتنهد زي أي حد جعان اهتمام، مش واخد باله إنه المفروض يكون الظهر مش الحمل. والست تدخل البيت وعقلها شغال، مشغولة بخططها ومصالحها، بتحاول تعمل بيزنس عاطفي، تضحك لما الضحكة تكمل مصلحة وتخرس لما السكوت يحافظ على اللي وراه. والعيال حد سأل عليهم أصلا؟ بيكبروا مع نفسهم، بيتعلموا الحنية من التيك توك والرجولة من مقاطع الترند، بيدوروا على قلوب بره لأن مفيش ولا قلب فتح لهم جوه. البيت بقى أوضة بتتقفل بالمفتاح، حياة تانية على الموبايل، وسرير مليان تعب، وكنبة مرمية عليها هدوم، وتلفزيون فاتح على خناقات العالم كله. بقينا نعيش مع بعض بس كل واحد فينا شايل قبر جواه. بنروح نرجع ننام نسكت ونصحى ننفخ في وش بعض، وبنبين للناس ضحكة باردة، ونتفاخر بصورة بيت مش ساكن فيه غير التعب. الآباء مش ساندين، والأمهات مش حاضنين، والعيال مش لاقين حد يشوفهم، والبيوت مش بيوت، دي مقابر بنستنشق فيها ريحة فشلنا كل يوم. لو حسيت إن الكلام لمسك شاركوه، يمكن قلب تاني يصحى وتنقذ بيت ميت وترجع فيه الروح. دمتم في أمان الله ورعايته.